تخيل انك ماشي في شارع في بغداد، فجأة تشوف موكب طويل من العربيات الفخمة، شبابيك سموك سودا، حراس مدججين بالسلاح. الناس على الجنبين بتبص في الارض، محدش يجرؤ يفتح بقه. الكل عارف ان الموكب ده مش لصدام حسين، ده لابن عدي، ابن الرئيس اللي المفروض يكون ارقى شاب في البلد. طلع هو اكتر شخصية مرعبة فيها. شاب عنده كل حاجة، فلوس وسلطة وبنات وقصور، بس اللي جواه كان وحش بيعيش على أسود وبيتغذى من صوت الألم. عدي صدام حسين مش بس عاش في الظل، ده كان ظل مخيف لوحده، واللي عمله في حياته صعب عقلك يصدقه. بس أنا هحكي لك، اقعد واربط الحزام عشان اللي جاي قصة أغرب من الخيال. قبل ما نخش في القصة يا ريت تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وتدعوا لأخواتنا في فلسطين وغزة بالفرج القريب إن شاء الله، واشتركوا في القناة. يلا نخش في الفيديو. عدي اتولد سنة 1964 في عز ما أبوه كان بيفحر طريقه للسلطة. كان أول ولد لصدام حسين، يعني الابن الأول. صغره كان واخد كل حاجة من غير لأ، عربيات خد، قصر خد، بنات خد، أي حاجة خد، اطلب واتمنى. بس كان عنده حاجة تانية أخطر، غرور ماشي على رجليه وعقل مليان عنف من الطفولة. كان بيعمل الكل على إنهم أقل منه، سواء كانوا حراس أو طلبة أو حتى ضباط في الجيش. ليه؟ لأن ببساطة أنا ابن صدام حسين. سنة 1988 حصلت الفضيحة اللي هزت العراق كله. في حفلة خاصة داخل القصر الرئاسي، عدي شاف كامل حنا المرافق الشخصي لأبوه. عدي يعمل إيه؟ غيرة، غضب، جنون، الله أعلم. بس اللي احنا نعرفه إن هو راح عليه وضربه قدام الناس كلها بكابل كهرباء لحد ما مات. ساعتها الناس قالت أول مرة دم يسيل على ايد ابن الرئيس قدام الناس. بس ده مش آخر مرة خالص. صدام كان هيقتله، لكن تدخلت العيلة وبدل ما يتحاسب اتنفى شوية لسويسرا ورجع تاني ابن مدلل مفيش عليه رقيب. لما صدام بقى رئيس رسمي سنة 1979، عدي بدأ يتحرك كواحد من أعمدة السلطة في الكواليس. بقى رئيس اللجنة الأولمبية العراقية، بقى رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، واحد من أغنى وأخطر رجال الدولة. بس عدي ما دخلش الرياضة علشان يطورها، دخلها علشان يتحكم ويعاقب ويكسر اللي يغلط في عينه. عارف ايه أبشع حاجة؟ إن بعض اللاعبين اللي ضيعوا أهداف أو خسروا ماتشات كانوا بيتسجن. والله عدي عمل غرف تعذيب تحت الاستاد، وكان بيخلي اللاعبين يقفوا على رجل واحدة بالساعات، وكان بيضربهم بالكابلات وأحيانا يجلدهم بنفسه. واحد من الحراس قال مرة عدي ما كانش بيضرب علشان يعاقب، كان بيضرب عشان ينبسط. عدي كان معروف وسط البنات الموت الوسيم، كان بيخطب بنات من الشارع بالعافية، خلى الحرس ياخدوهم القصر، وبعد كده محدش يعرف حصل لهم ايه، راحوا فين، اختفوا، محدش يعرف أي حاجة. في قصص كتير عن بنات ماتت أو انتحرت بعد ما خرجوا من عنده، واللي اتكلم كانش بيعيش كتير. سنة 1996 في وسط الشارع عدي اتضرب عليه نار واتصاب ب17 طلقة. مات؟ لا، لكنه خرج مشلول جزئيا، بيمشي بصعوبة وصوته طاير. وبدأ صدام يشك إن اللي وراه ناس من جوه العيلة نفسها، وخصوصا أخوه اللي كان ماسك الحرس الجمهوري. ومن هنا بدأت الحرب الباردة ما بين عائلة صدام. بعد سقوط بغداد سنة 2003 عدي هرب هو وأخوه قصي، قصي ده اللي كان ضرب، ومعهم ابنه قصي، واستخبوا في فيلا في مدينة الموصل. بس الجيش الأمريكي عرف مكانه. هو من سن صغير وهو عدي مقتنع إن هو الوريث الطبيعي لصدام حسين. كان دايما بيقول أنا الأحق بالحكم. بس المشكلة إن تصرفاته ما كانتش تنفع حتى تبقى أنت مدير مدرسة. تخيل بقى رئيس دولة ساعات يطلع في الشارع بالعربيات عشان بس يخوف الناس بعربياته، أو يدخل كازينو ويكسره، أو يوقف عربيات فيها بنات وياخدهم القصر بالعافية ما يتخطفوش. بس رغم كل ده صدام كان بيقاوم فكرة توريث الحكم لابن عدي، لأنه كان شايف إن عدي متسرع وما يقدرش يحكم البلد. عشان كده بدأ يعتمد على ابنه التاني اللي هو قصي، اللي كان أهدى وأكتر التزام، بيفكر بالعقل مش بالعضلات. في اللحظات دي
بدأ الخلاف الكبير بين الأخين. عدي كان بيشوف أخوه هو واحد هادي زيادة، ولا عنده كاريزما ولا شخصية، وإنه بيزحف على الحكم في سكوت. أما قصي كان شايف إن هو عدي فضيحة للحكم، وإنه هيضيع اسم العيلة. الخلاف بين الاتنين فضل يزيد، وبدأت تظهر إشارات في صراع كبير جوه بيت صدام. في مصادر بتقول إن الاتنين كان بينهم محاولات تصفية غير مباشرة، بس صدام كان دايما بيتدخل ويهدي اللعب. بس في الحقيقة العلاقة بين عدي وقصي عمرها ما كانت طبيعية ولا حتى أخوية. سنة 2003 لما أمريكا دخلت العراق، عدي وأخوه وقصي عرفوا إن اللعبة خلصت، هربوا سوا، استخبوا سوا. بس في الآخر إيه؟ الأمريكان عرفوا مكانهم وضربوهم بالطيران، والجيش حصر المكان، وبدأت معركة عنيفة استمرت لمدة 6 ساعات، حتى الهليكوبتر والصواريخ كانوا بيضربوا فيهم. الناس في الشارع كانت سامعة ضرب النار كأنهم في فيلم أكشن. بس في الآخر الجثث خرجت مدركة، عدي وقصي ميتين، وابن قصي كمان كان معاهم. الناس وقتها ما كانتش مصدقة الشابين اللي كانوا بيتحكموا في البلد بقوا شوية تراب. حتى صدام نفسه لما شاف صورهم اتقال ان هو دخل في صمت طويل، يمكن اتصدم، يمكن عرف ان كل اللي بناه وقع في لحظة. عدي صدام حسين كان ممكن يبقى رئيس او زعيم او حتى شخصية محبوبة، بس الغرور والسلطة والتوحش خلوه يتحول لوحش محدش كان بيحبه، والناس كانت بتدعي له انه يموت كل يوم. وهنا بقى يجي دورك، هل حضرتك شايف ان عدي صدام حسين ضحية لتربية فاسدة، ولا مجرم صنع نفسه بنفسه؟ لو انت كنت مكان صدام حسين كنت هتسلمه الحكم، ولا كنت هتخليه بره اللعبة؟ اكتب لي رأيك في الكومنتات. وهنا تكون حكايتنا خلصت. يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، ولو انت ما صليتش على النبي في اول الفيديو يا ريت تصلي على النبي في اخر الفيديو. سلام.